وهنبدأ مؤتمرنا بأولى جلسات هذا المؤتمر عن الأوضاع الراهنة للمحليات. هيقدم الرأي فيها والورقة اللي قدمها الأستاذ عبد الحميد كمال، أمين عضو الأمانة المركزية للمحليات وعضو مجلس محلي سابق لدورتين. وإن شاء الله بعد المحاضرة الأولى هنرفع الجلسة مؤقتا للغدا، وبعدين هنخش في الجلسة الثانية مع الأستاذ عبد الغفار شكر، الورقة الثانية مع الأستاذ عبد الغفار شكر، والورقة الثالثة مع الأستاذ عبد الحميد كمال في الأوضاع الراهنة للمحليات في مصر. الورقة يعني مش هنعرض الملامح العامة للورقة، لأن الورقة مع حضراتكم. في الحقيقة زي ما قال الزميل أحمد سليمان إن المؤتمر زي ما الجدول مع حضراتكم 3 جلسات. الجلسة الأولى حوالين الأوضاع الراهنة للمحليات، الجلسة الثانية حوالين قانون المحليات بين النواقص والتطوير، والورقة للأستاذ عبد الغفار شكر، والورقة الثالثة للزميل أحمد سليمان حول الاستعداد للحزب لانتخابات المجالس المحلية. حضراتكم تعلموا جيدا ان الاوضاع في المحليات في مصر اوضاع متردية للغاية. احنا بنلخص الورقة الخاصة بالمحليات من وجهة نظر حزبنا في انه هناك فساد في المحليات. هنتكلم على اهم مشاكل او مظاهر الفساد في المحليات. المحليات بترصدها مجموعة من التقارير: تقرير جهاز مركزي للمحاسبات، تقرير الرقابة الإدارية، لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، القضايا المنظورة أمام المحاكم النيابة العامة والنيابة الإدارية. كل هذه التقارير وكل هذه الجهات بتعمل نوع من الرقابة على المجالس المحلية وبترصد شكل وحجم الفساد. الجهاز المركزي للمحاسبات بيصدر كل سنة تقريرين، كل 6 شهور بيصدر تقرير. هذا التقرير أقل تقرير نص سنوي بيحصل عن المحليات بيبقى مش أقل من، أحيانا بيبقى 100 مليون وأحيانا 200 مليون وأحيانا 360 مليون. يعني لما نجمع حجم الفساد اللي رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال 10 سنين يمكن أن نجد أكثر من 4 مليار جنيه أموال ضايعة على المحليات. هذه الأموال بتهدر في أشكال متعددة، من الهدر للمال العام، إما بالسرقة، بالاختلاسات، بشيوع صرف مستحقات بدون وجه حق، صرف بنود على بنود أخرى في شكل هدايا. ده بيعمل نوع من المشاكل الخاصة بتعثر المشروعات وبتعثر التنمية، وبيعمل مشاكل أيضا في تأخير الخدمات من الناس. يعني مش فلوس ضايعة وبس، لكن بيقابلها أيضا خدمات ضايعة على المواطنين في كافة مناحي الحياة. هذه التقرير الجهاز المركزي بيرصد بشكل واضح جدا المخالفات المالية والإدارية والمخالفات اللي لها علاقة بالمحليات. الجزء الثاني في الفساد داخل المحليات ما يسمى الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة اللي موجودة على مستوى المحافظات هي مجال للنهب والسرقة، لأنها بدون رقابة وهي خارج الموازنة، فبيحصل عليها نوع من السرقة ومن الفساد ضخم جدا. وعشان كده اترصد أكتر من تقرير رقابي رصد مبالغ كبيرة وصلت من سنة 97 لسنة 2003 أكتر من 1,948 مليون جنيه. طبعا دي مبالغ ضخمة. في الآخر المظاهر بتاعة السرقة ومظاهر الصرف ومظاهر البذخ ومظاهر شراء الهدايا والرشاوى وكل الفساد ده من خلال الصناديق الخاصة. المفروض ان الصناديق الخاصة دي اولا تشكيل مجالس اداراتها ما بيبقاش بشكل قانوني بيتم بمعرفة المحافظين والادارات المحلية، ما فيش جهاز رقابي بيفتش عليها، ما بتتعملش عليها اي نوع من الشفافية. عشان كده بنبص نلاقي الصناديق الخاصة دي محل سرقات.
أيضا هناك العديد من الأحكام القضائية التي ترصد الفساد في المحليات، والأحكام القضائية وحجم خلال السنوات الماضية وخلال الفترة الماضية شفنا عدد من المحافظين، محافظ المنوفية يحيى حسن في قضية الردة، عبد الحميد حسن، فؤاد عزيز غالي، عبد الحميد حسن، آخرهم ماهر الجندي، والقائمة طويلة، غير عدد كبير جدا من سكرتير العموم ورؤساء الأحياء ورؤساء المدن اللي محالين قدام المحاكم. وهناك أحكام صدرت بالإدانة، وهناك أحكام صدرت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، لكن في الآخر ده تعبير عن حالة فساد عامة في المحافظات بطول البلاد وعرضها. أيضا هناك رصد للفساد. آخر استطلاع عمله مجلس المعلومات لرئيس مجلس مركز المعلومات دعم القرار بتاع مجلس الوزراء، عمل إحصاء الشهر اللي فات وعمل نتائج استطلاع قدم فيه الفساد. هو صحيح متكلم على فساد صغار الموظفين في المحليات، لكن هو جزء من الفساد العام اللي بتشهده مصر، وطلع كل المحافظات عندها إحساس عالي بالفساد، مفيش محافظة بتخلو من الفساد. مدي 5 محافظات الأولى القليوبية والقاهرة والبحر الأحمر مديهم الأولوية، والسويس مديهم الأولوية الأولى في الإحساس بالفساد، ثم بقية المحافظات بالترتيب حسب الجدول اللي عندكم عند حضراتكم. يعني مفيش محافظة خلت من الإحساس بالفساد نظرا لتعاظم الفساد. وده بقى كلام مجلس الوزراء، يعني ده كلام مركز دعم القرار بتاع مجلس الوزراء، يعني لا هو كلام حزب التجمع ولا هو كلام حد. يعني الأحكام القضائية ما هياش بتاعت حزب التجمع ولا المعارضة، ولا ان المعارضة يتقال انها مغرضة، ولا الجهاز المركزي ده بتاع حزب التجمع، ولا حتى الأحكام القضائية، ولا حتى الاستطلاع الأخير، إنما ده تعبير عن حالة فساد عامة في المحليات في مصر. أيضا هناك الفساد ده عكس نفسه في مجموعة من المشاكل الخاصة بتعثر المشروعات وتعثر الخدمات. فبنجد المشكلة اللي احنا شفنا مظهرها وسميت ما يسمى بثورة العطشانين أو ثورة البحث عن نقطة ماء أو البحث عن ماء لكوب ماء نظيف في كل محافظات مصر، لأن عدد من المشروعات وعدد من القرى وعدد من المناطق المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحي عددها كبير جدا. وهناك تضارب بين إحصائيات وزارة الإسكان وتصريحات رئيس مجلس الوزراء والواقع، لكن في الآخر على أرض الواقع ظهر مشكلة ضخمة جدا. المشكلة دي رصدها تقرير التنمية البشرية بتاع 2006، وقال ان في محافظات مصر في مصر في 6 مليون و8 من عشرة 6 مليون و8 من عشرة، يعني حوالي 7 مليون مواطن محرومين من مياه الشرب، ومعدد الأماكن بتاعتها في قبلي، ومعدد الأماكن بتاعتها في بحري، وحتى في بعض المناطق الحضر. وده تقرير التنمية البشرية مع عاملينه مجموعة من العلماء والباحثين تابعين للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ومع ذلك بنجد حتى الآن عدد كبير جدا من القرى في قبلي وفي بحري محرومين من الصرف الصحي. ثم هناك مشاكل مش في المية بس، حتى كمان في الجودة بتاعة المية والمواصفات بتاعة المية، وده تقرير احنا راجعين فيه إلى التقارير الرسمية. أيضا المشاكل الخاصة بالمدن القديمة والمدن الحديثة. هناك في مصر فجوة كبيرة جدا بين المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة، وتسهيلات في الأراضي والمياه الشرب والصرف الصحي وتسهيلات في الأراضي وبيع الأراضي والخدمات. وبنجد في المقابل ان المحافظات القديمة فيها ظاهرة انهيار العمارات، والإحصائية طويلة جدا فيها، مفيش محافظة ما فيهاش عدد من الأحياء ومن العمارات المنهارة، وفي كل المحافظات في عدد كبير جدا من الخطر الداهم على المواطنين. ده غير ظاهرة العشوائيات في المقابل مع المدن الجديدة. طبعا ده بيحطنا في الآخر انه في انعدام، يعني المجالس المحلية الشعبية في مصر اللي بيصل عددها إلى 1750 مجلسا، وفي تعرفين الإحصائيات أحيانا بتبقى غير دقيقة، ممكن حد يروح عامل مجلس عنده في يفصل حيين فيعملهم مجلس قريتين ينفصلوا.
لكن في الآخر في 48,000 عضو مجلس محلي، هم 47,000 وشوية، هنقول 48,000 عضو مجلس محلي. ال 48,000 لو في حكم محلي ديمقراطي حقيقي كانوا دول يلعبوا دور الرقابة، ودول كانوا يلعبوا دور للتنمية. لكن بنجد ان كثير من هذه المجالس نظرا لاحتكار الحزب الوطني على اكثر من 98% من مقاعد مجالس المحلية، وكلها جميعها من اتجاه واحد، وكلها بالتعيين والتزوير الذي يحدث في المجالس المحلية. فهذه المجالس مجتمعة كلها عديمة الفائدة، ولأنها من اتجاه واحد ومن حزب واحد، فما فيش أي تعبير لأي قوة سياسية أو أحزاب أخرى من المعارضة. وإن كان حزبنا بيتفرد بأنه أكتر الأحزاب اللي له أعضاء مجالس محلية بعد الحزب الوطني، لكن هذا العدد غير كافي لما نيجي نتكلم على 60 أو 65 عضو في 47 أو 48 ألف. فطبعا نتيجة للتضييق وغياب الديمقراطية، فهذه المجالس المحلية غير فاعلة في أنها بتعمل أي دور للرقابة. وقد عبر عدد كبير جدا من الأساتذة المهتمين بالمحليات، سواء في كلية اقتصاد وعلوم سياسية منتدى الإدارة الخاص باقتصاد وعلوم سياسية، أو وزراء محليين زي حسن أبو باشا، أو حتى زكريا عزمي رجل النظام وعضو مجلس الشعب، بكلامه اللي الناس كلها بتقول إن الفساد وصل للركب، لأن فعلا في فساد وصل للودان، على رأي المرحوم نائبنا حسن المهندس، ان الفساد ما وصلش للركب، ده وصل للأسر. أيضا هناك مجموعة من الأسباب الأخرى، مش لغياب الديمقراطية فقط باعتبارها أن العمود الأساسي في المحليات، وعدم الرقابة الحقيقية الشعبية اللي بتطمح فيه المجالس المحلية. بنجد أن الدستور نفسه، حتى التعديل المادة الخاصة بالمحليات في التعديلات الدستورية الأخيرة، لم يهتم بها أحد وباستثناء قليل، يعني حزبنا اهتم. لكن في الآخر خالص الثلاث مواد اللي في الدستور اللي هي 160 161 162 اللي بتقول تنتقل السلطة إلى المحليات تدريجيا، من ساعة ما اتعمل دستور 70 لغاية دلوقتي حتى بالتعديلات بنسمع كل فترة حوالين اللامركزية وحوالين إعطاء صلاحيات للمحافظات، لكن في الجانب الآخر بنجد التزوير وبنجد قوانين معيبة. يكفي أن نشير في التفاصيل الكتيرة اللي قالها الأستاذ حسين الخاصة بالأرقام في القوانين، أن هناك حصل 8 تعديلات على قانون الإدارة المحلية وتعديل دستوري. يعني التعديلات الأخيرة بتاعة الدستور كان فيها مادة خاصة بالإدارة المحلية أنها تتجه نحو اللامركزية، و8 تعديلات في قانون